السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يا رب يعودوا عليكم دايما بالخير والبركات. النهاردة نتكلم في موضوع العلاج الهرموني. ده تقريبا موضوع بيهم ناس كتير جدا. النهاردة هنتكلم على جزئية العلاج الهرموني الوقائي، يعني مش هنتكلم على موضوع العلاج الهرموني للمرضى من المرحلة الرابعة. هنتكلم على العلاج الهرموني الوقائي اللي بيتاخد بعد الكيماوي أو بعد الكيماوي الإشعاعي أو بعد الكيماوي الموجه والإشعاعي، أيا كان أنواع العلاج اللي استخدمت في العلاج. هنستخدم العلاج الهرموني في مرحلة من العلاج. ده طبعا لو مستقبلات الهرمونات إيجابية. اللي هم إيه مستقبلات الهرمونات؟ اتكلمنا عنهم قبل كده في أكتر من حلقة. اللي هم مستقبلات الاستروجين والبروجستيرون، دول بيتعملوا مع العينة في الأول خالص، وبيتعملوا مع العملية الاستئصال، أو بيتعملوا في كلا المرحلتين. ولو الاستروجين والبروجستيرون دول ايجابيين او واحد فيهم ايجابي على الاقل، بنستخدم العلاج الهرموني كسلاح في العلاج الوقائي بتاعنا. ليه؟ لانهم لما لقوا ان الستات خدت او مصابي اورام الثدي خدوا العلاج الهرموني كعلاج وقائي، لقوا ان ده قلل بشكل كبير جدا من الارتجاع المرض او اعاده الاصابه بالمرض او اعاده الاصابه اصلا باي مضاعفات للمرض كانتشار كارتجاع موضعي او اي حاجه. لقوا انه قلل جدا من مشاكل الارتجاع او ارتداد المرض مره تانية. عشان كده بنستخدم العلاج الوقائي عموما، سواء كيماوي او اشعاعي او هرموني، والهرموني هو كلامنا النهارده. طيب مين اللي بيستخدموا العلاج الهرموني؟ الناس قلنا اللي عندهم المستقبلات الهرمونات اللي هي الاستروجين الاي ار او البروجستيرون اللي هي البي ار ايجابيه. ايجابيه بقى زي ما اتكلمنا قبل كده ان هي ممكن تبقى ايجابيه بطرق مختلفه. ممكن من اول ايجابيه ضعيفه لغايه ايجابيه قويه، وممكن اللي هي السلبيه اللي هي 0/8، سكور 0/8، او 2/8. ده سكور ضعيف، بيتقال عليه ضعيف جدا، اللي هو اقرب الى السلبيه. ولكن لازلنا بندي حتى الفئه دي علاج هرموني، حتى لو ان بعض الدراسات قالت ان استفادتهم بتبقى بوردر لاين او قليله خالص. ولكن مازال كل الدكاتره تقريبا بتدي العلاج الهرموني لاي واحده حتى لو مستقبلات الهرمونات بتاعتها ضعيفه جدا، اللي هي 2/8. لكن 0/8 محدش بيدي بصراحه في المرحله دي، اللي هي اسمها بقى الهرمونات السلبيه. ولو مع الهيرتو سلبي كمان يبقى اسمها التريبل نيجاتيف او الثلاثي السلبي. طيب لو 4/8، 6/8، 8/8، كل ده لو السكور بتاع الاي ار والبي ار ريسبتورز من اول 4/8 6/8 8/8، دول هيستفيدوا بشكل كبير من العلاج الهرموني. وكل طبعا لما كانت السكور اكبر، ده يقول ان الاستجابه او الاستفاده هتبقى اكتر. اما زي ما قلنا 2/8 فهي تعتبر اقرب الى السلبيه، ولكننا لسه متمسكين باعطاء الفئه دي من المرضى العلاج الهرموني، لان لسه لغايه دلوقتي ما اثبتناش ان ما يبقاش فيه استفاده خالص. على الاقل بيبقى فيه استفاده. طيب دلوقتي ست فاضلة خلاص قررنا ان ليها علاج هرموني. هل طبعا في ناس ممكن نكتفي بعلاج هرموني ومفيش علاج اصلا كيماوي؟ ممكن طبعا. قلناها قبل كده، اللي هو في حلقة امتى مريضة السرطان الثدي ما تاخدش كيماوي، ودي حلقة لوحدها لما تكون طبعا مرحلة مبكرة. طيب دلوقتي بقى احنا هندي العلاج الهرموني. العلاج الهرموني انتوا بتسمعوا عنه، او اللي بتاخد علاج هرموني هتسمع عن كذا اسم وكذا نوع. من اول حقنة البطن اللي هي الزولاديكس، وفي بعض البلاد بتاخد الديكابيبتايل، وفي الاقراص بقى من اول التاموكسفين، وكمان في الفيمارا والارومازين والاراميدكس اللي ساعات بيبقى ليهم اشباه في السوق. زي ما قلت انا موضح في البوست ان التاموكسفين اسمه نولفاديكس، اسمه التاني التجاري نولفاديكس. الليتريزول اللي هو الفيمارا، الانستريزول اللي هو الاراميدكس، والارومازين انا بعرف هو بيتباع باسم ارومازين. واي اسم تاني دوروا على الماده العلميه. الماده العلميه اللي هي التاموكسفين او الليتريزول او الانستريزول او الارومازين، والزولاديكس حتى اسمها جوزرلين. دي الاسامي العلميه هتلاقوها مكتوبه في البوست، ودي الاسامي العلميه. واسامي التجاريه طبعا بتختلف من حاجه للتانيه. الناس اللي ساعات بتسالني وانا اخد الليتريزول ولا الفيمارا ولا معرفش ايه، الفيمارا والاراميدكس والنولفاديكس والارومازين دول اللي هي المواد اللي هي الادويه الاوريجينال، اللي هي الادويه اللي الشركه دي اللي عامله الدواء ده هي اللي اخترعت الدواء ده. اما التانيين دول فدول يعني ادويه اللي هي اسمها بايوسيميلرز، اللي هي بتبقى تقليد، او جينيركس اللي هي التقليد، يعني واخدين نفس الماده الفعاله وعاملينها تحت اسم جديد من شركه جديده. المفروض ان هي غالبا بتبقى نفس الافكت، مفيش اي مشاكل يعني.
طيب مين اللي هتاخد دي؟ ليه بقى كل واحده بتاخد علاج غير التاني؟ يعني ليه واحده بتاخد زولادكس، وفي ليه واحده يقول لها خدي الزولادكس سنتين، واحده 5 سنين، وليه خدي التاموكسيفين كام سنه، وليه خدي الاراميدكس وتاخديش التاموكسيفين، وليه ازاي الدكتور بيختار العلاج المناسب ليكي؟ يعني ازاي الدكتور بيختار نوع العلاج الهرموني المناسب ليكي؟ اولا لازم نتفق ان الفيصل في الموضوع ده هو سن انقطاع الطمس. يعني هل وصلت السيدة الى سن انقطاع الطمس ولا لا؟ يعني هل الدورة وقفت من الاخر ولا لا؟ والمشكلة ان في سن كده اللي هو مثلا من اول 40 ل 50 سنة بيبقى السن ده اسمه بيري مينيبوزال، يعني سن ما حول انقطاع الطمس، اللي هو احنا مبنبقاش متاكدين قوي هو الدوره قطعت ولا هتقطع ولا ايه اخبارها، خاصه لو الست دي مثلا خدت جالها انقطاع الدوره مع الكيماوي. يعني احنا قلنا قبل كده ان العلاج الكيماوي ممكن يتسبب في انقطاع الدوره. فهل انقطاع الدوره هنا ده يعتبر سن الطمس، انقطاع الطمس ولا لا؟ التعريف لسن انقطاع الطمس هو انقطاع الدورة الشهرية لمدة سنة. يعني سنة مفيش دورة شهرية، سواء كان بعوامل أو من غير عوامل. بس طبعا ما يكونش بعوامل زي الزولادكس، إن الزولادكس دي هتوقف الدورة الشهرية خالص، لأنها هتوقف الهرمونات المتحكمة في الدورة الشهرية، فمش هتحصل أصلا. ولكن الكيماوي من الأدوية اللي ممكن توقف، ممكن ما توقفش، ممكن تلخبط الدورة، فليها تأثيرات مختلفة. فلو الدورة الشهرية انقطعت تماما لمدة سنة وعملنا تحاليل الهرمونات اللي هي E2 FSH و LH، لقينا ان الست دي فعلا في انقطاع الطمس، هعاملها على انها فعلا خلاص وصلت لسن ما بعد انقطاع الطمس. اما لو الدوره ملخبطه بتيجي شويه وتمشي شويه، اللي عملت الهرمونات لقيتها شويه منهم مدي قرايه ان هي فعلا دخلت في مرحله الانقطاع الطمس وبتاع ده، والتحيه التانيه مش مديه لا، او مش نوت شور، انا مش متاكد، هنا هعاملها انها حول سن انقطاع الطمس، اللي هي تعتبر ما قبل انقطاع الطمس. طب ليه كل الفيلم ده وانا عايز اعرف هي الدوره قطعت ولا ما قطعتش؟ الحوار ده كله ليه؟ لان انواع العلاج الهرموني لو قسمناها هنقسمها لتاموكسيفين اللي هو النولفاديكس، وده اسمه ريسبتور ريجيليتور، يعني بيعدل فيه شغل المستقبلات الهرمونيه للخلايا. اما الارومازين والاراميدكس والفيمارا فدول اسمهم اروماتيز انهبيتورز. دول فئة تانية، هم شبه بعض، الأعراض الجانبية والاستخدام والاستعمال كله شبه بعض، كلهم مرة واحدة في اليوم، كلهم بيأدوا إلى نفس الأعراض الجانبية، ممكن يختلفوا عن بعض اختلافات بسيطة خالص. في كمان الفازلودكس اللي هو بيستخدم في برضه المرحله الرابعه، ده شبيه بالتاموكسيفين ولكن ملوش دور لغايه دلوقتي في العلاج الوقائي. طيب التاموكسيفين يشتغل مع السيدات قبل الطمس وبعد الطمس واثناء الطمس، يعني يشتغل في اي مرحله. ليه؟ لان التاموكسيفين بيشتغل على الريسبتورز نفسها او على المستقبلات نفسها، فمش هيفرق معاه الاستروجين اللي طالع له منين، طالع له من المبايض ولا طالع له من الخلايا الدهنيه ولا طالع له بريفرال كونفرجن، يعني شويه تحولات بتحصل في الجسم فيطلع له استروجين، فهو كده كده بيروح يشتغل على على القفل نفسه، يقف على القفل نفسه ويخلي المفتاح ما يخشش في القفل. فده هنا التاموكسيفين بيشتغل في الحته دي. اما الاروماتيز انهبيتورز اللي هم زي الفيمارا والارامادكس والارامازين، دول بيشتغلوا فين؟ بيشتغلوا على عدم تحويل الاستروجين في الخلايا الدهنيه خارج المبيض. يعني انت الاستروجين عندك لو هو مصدره من حتتين، من المبيض حاجه ومن الخلايا الدهنيه اللي بره المبيض حاجه تانية، هو بيروح يقفل المحبس بتاع التحويل الخارجي للاستروجين بس ملوش دعوه بالمبيض. اذا لو المبيض بيطلع استروجين خلاص الدواء مش هيبقى ليه لازمه. ليه؟ لان في حنفيه تانية فاتحه. يعني انا دلوقتي جردل هيتملي ويدلدق ميه، وهو في حنفيتين مش حنفيه واحده، انا قفلت حنفيه، طب الحنفيه الثانيه مش عارف اقفلها، يبقى هنا قفل الحنفيه الاولانيه ما جابش لازمه قوي، غير انه ممكن يكون بطأ الموضوع شويه، ولكن المشكله كده كده هتحصل. فهنا لازم يكون المبايض مش شغال، يعني لازم اكون في سن انقطاع الطمس. طب ايه البدائل لسن انقطاع الطمس؟ ان انا اوقف الدوره الشهريه. توقيف الدوره الشهريه بيكون عن طريق ايه؟ لا اما توقيف دائم ان انا ادي اشعاعي فالمبايض تقف عن الشغل تماما، انا بوظتها خلاص مش هتشتغل تاني، او عن طريق سيرجيكال ريموفال اللي انا اشيلها جراحيا، او اوقفها مؤقتا عن طريق حقن الزولادكس والديكابيبتايل اللي بتاخد كل شهر او 3 شهور. هنا
بلعب انا في الهرمونات لعبه كده، اروح موقف المبايض، وتروح المبايض واقفه عن الشغل خالص، ما تطلعش استروجين، فالمبايض تقف، فاقفل الحنفيه دي كمان. عشان كده نفهم من ايه ان ممكن الناس ما قبل سن انقطاع الطمس، الناس اللي الصغيره في السن لسه الدوره الشهريه شغاله عندهم عادي، اديهم اراميدكس وارومازين وفيمارا، لكن لازم هنا اديهم الزولادكس، او لازم اكون موقف التبويض عن طريق الاشعاعي او عن طريق الجراحه. ليه؟ لان زي ما قلنا لو خدوا دواء من ده بس كده الدواء يعتبر مش شغال ومش فعال. عشان كده دايما لما بتسالوني في الاسئله ان انا ليا حقنه زولادكس ينفع اخرها ولا لا، لو انت بتاخدي زولادكس مع تاموكسفين مفيش مشكله، ممكن تاخريها 3 ايام 5 ايام لو الدنيا صعبه عادي. لكن لو بتاخدي الاراميدكس مع اللي هي الادويه الاراميدكس والفيمارا والارومازين مع الزولادكس، هنا ما ينفعش توقفي الزولادكس، ولا ينفع حتى تطولي المده. ليه؟ لان هنا احنا مش بس هيفوتنا مشكله في الفايده بتاعت الزولادكس، لا ده كمان العلاج الهرموني بتاعنا نفسه هتبقى الفايده بتاعته محدوده. فكده احنا جاوبنا على سؤال ليه الناس بتختلف عن بعض في الاختيارات علميا. يعني ليه؟ يعني كده احنا خلاص خلصنا ان التاموكسفين يمكن استخدامها في اي سن، سواء لانقطاع الطمس او في انقطاع الطمس او حتى في سن الشك. اما الاراميدكس والارومازين والفيمارا، العيله دي كلها اللي اسمها اروماتيز انهبيتور، ما ينفعش استخدمها غير لو الدوره قطعت تماما تماما، ما فيش دوره، الست دخلت في سن المينيبوز في سن انقطاع الطمس. طب لو عايز استخدمها بقى ما قبل هذا السن، سواء بالتحاليل مش مبينه، سواء الدوره بتيجي غير منتظمه، تيجي مقطعه، كل الكلام ده، يبقى انا هنا لازم ادي معاها حقنه الزولادكس او الديكابيبتايل عشان توقف الدوره. ده لو انا عايز اوقف الدوره بشكل مؤقت، ولكن ممكن استغنى عن الحقن الزولادكس او الديكابيبتايل بان انا اشيل المبايض خالص، اشيلها اعملها سيرجيكال ريموفال، او اديها جرعه اشعاعي محسوبه، ممكن جرعتين ممكن 5، ان انا اوقف شغل المبايض خالص. هنا الادويه دي هتنفع تشتغل في اي سن. طيب مين ياخد الزولادكس ومين ما ياخدش الزولادكس؟ لغايه دلوقتي مفيش حاجه يعني سترونج ايفيدنس او دليل قوي جدا مين هيستفيد بالظبط من الزولادكس ومين مش هيستفيد، غير ان احنا بنحسبها بالسن والخطوره. الخطوره احنا بنحسبها ازاي؟ الخطوره بنحسبها من مثلا الورم، حجم الورم كان كبير، اللي هي من اخر المرحله، حجم الورم كان كبير ولا لا، عدد الغدد الليمفاويه كانت موجوده كتير ولا لا، اللي كان في الجريد، مثلا جريد درجه الورم كانت درجه ثالثه مثلا، دي بتبقى اعلى خطوره شويه، الكي 67 اللي هو معدل الانقسام كان عالي شويه، الهير 2 بوزيتيف، الحاجات دي كلها بتدينا شويه انديكيشن ان الست دي عاليه الخطوره شويه، او المفروض ناخد بالنا شويه منها في العلاج الوقائي، نتك عليها شويتين. فالعامل الاكثر هنا بقى اللي هو السن طول ما هو تحت سن 35، مفيش واحده غالبا هتكون دخلت في المينيبوز او سن انقطاع الطمس وهي عندها 35 سنه، ممكن ان هي ممكن تكون الدوره بتاعتها لخبطت، قطعت مع الكيماوي او كده. هنا انا هفضل استخدام حقنه الزولادكس من اول بقى 35 سنه وانت نازله، يعني 35 سنه وانت نازله هفضل ادي حقنه الزولادكس. كام سنه؟ يعني كانت ده زمان بيقول لك 18 شهر، بقت سنتين، بقت 5 سنين، ممكن ادي حقنه الزولادكس لغايه 5 سنين، او لسن 40 سنه برضو مفيش مشكله. حتى لو في ناس بتبدا حقنه الزولادكس من سن 38 39 ممكن برضو تكمل لغايه 43 44، فمفيش مشكله هنا من استخدام حقنه الزولادكس. بس هنا استخدم الزولادكس بقى، الزولادكس مش هستخدم لوحدها، استخدم معاها بقى التاموكسفين ولا الادويه التانية اللي هي الفيمارا والارومازين والاراميدكس. هم لقوا ان استخدام الادويه اللي هي الاروماتيز انهبيتورز اللي هي الارومازين والاراميدكس والفيمارا مع الزولادكس حتى في السيدات سن ما قبل انقطاع الطمس برضو ليها فايده، وفايده كويسه جدا، ممكن كمان احسن من التاموكسفين مع الزولادكس. ولكن معظم الناس ما بتحبش تروح للريجمن ده او للطريقه دي غير لما يكونوا استخدموا التاموكسفين الاول كخط اول، بعد كده ممكن يرقوا الاستخدام للادويه الثانيه. وحتى الفايده يعني النهائيه للادويه دي عن التاموكسفين ما كانتش كبيره قوي، عشان كده دايما نلاقي ان لسه حتى الجايد لاينز او اللي هي المجتمع العلمي متفق على استخدام اي نوع من النوعين، سواء التاموكسفين او سواء الاروماتيز انهبيتورز اللي هو الفيمارا والاراميدكس والارامازين مع الزولادكس. طيب لو واحده هتجيلي تقولي ده الدكتور اداني زولادكس وما اداش صاحبتي زولادكس، ليه؟ عشان انت ممكن تكوني صغيره في السن شويه، لكن هي مثلا لو سنها كبير شويه، مثلا سن 40 اكبر من 35 عموما بقى، وصلنا ل 40 ل 45، كل ما نبعد عن 35 هيكون هنا الدكاتره معظمهم هتروح
استخدام التاموكسفين لوحده، خاصة لو الدورة لسه موجودة زي ما قلنا. اما لو انقطاع الدوره، واحده بقى سنها 50 سنه او واحده انقطعت عندها الدوره لمده سنه وعملت لها تحليل هرمونات، تاكدت بما لا داعي مجالا للشك ان الدوره متوقفه وانها وصلت لسن انقطاع الطمس، خلاص الموبايل مش شغاله، هنا استغنى عن الزولادكس والتاموكسفين وابدا اديها بقى الاروماتيز انهبيتورز اللي هي الفيمارا والاراميدكس والارومازين، لان هنا ثبت بتجارب علميه قويه ان هنا فعلا بقى الاروماتيز انهبيتورز او الادويه دي بتفيد اكتر من التاموكسفين في السيدات ما بعد سن انقطاع الطمس على مستوى ارتجاع المرض او ارتداده او انتشار او اي حاجه من الحاجات دي. هنا الادويه دي بتشتغل اقوى كعلاج وقائي من التاموكسفين في سن انقطاع الطمس. يبقى عشان نلخص الموضوع، انت ما سن ما قبل انقطاع الطمس هيستخدم معاكي زولادكس وتاموكسفين او تاموكسفين بس، لكن ما ينفعش زولادكس بس. يعني اما ما قبل انقطاع الطمس زولادكس وتاموكسفين او تاموكسفين بس، او زولادكس والادويه الثانيه لو انت عندك مشكله او التاموكسفين عمل لك مشكله. طب ما بعد انقطاع الطمس هنستخدم خلاص كده ما الزولادكس ملهاش لازمه، فهنستخدم يا اما تاموكسفين يا اما دواء من الادويه الثانيه اللي هي الاروماتيز انهبيتورز اللي ارومازين وفيمارا والاراميدكس. امتى استخدم الزولادكس وامتى ما استخدمهاش؟ برضو زي ما قلنا لو تحت سن ال 35 يفضل استخدمها، بعد سن 35 فايدتها مش قويه قوي، ممكن استخدمها سنتين وخلاص، وفي ناس بتخاف فتفضل تستخدمها 5 سنين مع ان الفايده بتاعتها مش هتكون قويه قوي، وبستخدمها مع التاموكسفين زي ما قلنا، مع ان ممكن تكون تجارب علميه قالت ان بعض الادويه الثانيه استخدامها معاها افضل، ولكن زي ما قلنا بنحب نشيل الادويه دي للخط الثاني او بعد التاموكسفين مثلا ما يفوت منه 3 سنين او 5 سنين. طيب مين بقى بياخد علاج هرموني لمدة 5 سنين، لمدة 7 سنين، لمدة 3 سنين و5 سنين، 8 سنين، ومدة 10 سنين؟ لقوا ان في الناس اللي هي اللي برضو كانت عوامل الخطوره عندهم عاليه شويه، برضو عوامل الخطوره او مرحله الورم هي اللي بتحدد انا عايز ادي كام سنه. يعني لو واحده ايرلي ستيج، يعني مثلا المرحله الاولى او الثانيه، ممكن اكتفي ب5 سنين فقط. اما لو واحده مرحله مثلا ثالثه ولا حاجه او مرحله ثانيه متقدمه، ممكن اقول لا السيده دي اشتغل مع علاج وقائي افضل، والوقايه خير من العلاج. فلقوا ان التجارب العلميه برضو في الناس اللي خدت علاج وقائي من المرحله اللي هي المتقدمه بيستفيدوا من العلاج الوقائي لمده اطول. فهنا ممكن ادي بقى تاموكسفين 10 سنين، تاموكسفين 5 سنين، واروماتيز انهبيتورز 3 سنين، دول 3 سنين ودول 5 سنين، دول 5 سنين ودول 5 سنين. الدكتور هنا بيبدا يستخدم الادوات المختلفه في ظل مثلا الاثار الجانبيه اللي انت تعرضت اليها. افرضي مثلا تاموكسفين لا قدر الله عمل لك مشاكل زي مثلا مشكله مثلا في بطانه الرحم، او لا قدر الله في اي جلطه مثلا او اي حاجه، او انت نفسك عندك اي مشكله تانية بتزود الجلطات او حاجه، هنا هوقف التاموكسفين وابدا استخدم الاروماتيز انهبيتورز. وهتبقى مشكله طبعا لو انت ما سن انقطاع قبل انقطاع الطمس، لان ما اقدرش استخدم اي دواء من الادويه الثلاثه التانيين غير لو الدوره وقفت عندك. طب لو ما وقفتش يبقى عملنا ايه؟ ايوه شاطرين، لازم استخدم حل من الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم، يا اما الجراحه يا اما الاشعاع يا اما الزولادكس او الديكابتال عشان اوقف الدوره. فهنا الدكتور ممكن يحدد لك من البدايه، وطبعا التحديد بيبقى من البدايه، يعني يحدد لك يا اما 5 يا اما 10 من البدايه، وممكن بعد كده مثلا اول 10 واكتفي ب8 او 5 واقول مثلا هزود بعد كده. يعني في الاول كده بنمشيها وبعد كده نقول لك مثلا كملي كمان السنتين دول او نكمل احسن. ولكن زي ما قلنا المفروض المده بيبقى متفق عليها من بدايه خطه العلاج، لان المرحله طبعا من الحاجات اللي بتبان في الاول، ولكن التغيير بعد كده بيبقى ما بينك وبين الدكتور في الاثار الجانبيه لو حصلت لك، او انت مش مستحمله العلاج او حاجه. بنبدا طبعا ممكن نقلل من عدد السنين، او واحده مثلا عايزه تخلف ولا حاجه لازم العلاج الهرموني يقف تماما، فهنا لازم تكون الموضوع ما بين الدكتور والمريض بتاعه. هل في استخدامات للعلاج الموجه الجديد اللي هو السي دي 46 اللي هو زي الفيرزينيو والكاسكالي والابرانس في العلاج الوقائي؟ في طبعا تجارب شغاله. الادويه دي كلها بتستخدم في طبعا المرحله الرابعه للناس اللي عندهم مستقبلات الهرمونات ايجابيه، الاي ار والبي ار بوزيتيف والهير2 نيجاتيف، وان كان لسه في تجارب برضو على الناس اللي عندها الهير2 بوزيتيف في الادويه دي. ولكن اللي اظهر فائده لغايه دلوقتي هو الفيرزينيو اللي هو الابيماسايكلين
المحلب، وبيستخدم في الناس الهاي ريسك برضو اللي هم عندهم خطورة عالية، يستخدم مع العلاج الوقائي مع العلاج الهرموني، ولقوا ان هو بيفيد، ولكن برضو لسه فايدته مش كبيرة جدا طبعا متناسبة مع سعره. والفايدة الأكبر للعيلة دي من الأدوية اللي هي CD46 اللي هو العلاج الموجه في الراس اللي مع العلاج الهرموني، بيبقى أفضل في المرحلة الرابعة. لغاية دلوقتي لسه هي دي فايدته الكبيرة أكتر طبعا من الفايدة اللي لسه تحت التجارب مع العلاج الوقائي الهرموني. طبعا الاثار الجانبيه للعلاج الهرموني اتكلمنا عليها في اكتر من فيديو هتلاقيهم على القناه، ولكن النهارده كنا بنتكلم على اللي هي ليه الدكتور بيختار لواحده الزولاديكس، وليه يختار لها معاها تاموكسيفين او تاموكسيفين بس، او الادويه التانية زي ما قلنا. برضو في ظل بقى الاثار الجانبيه اللي قلنا عليهم، اكتر اثارين جانبيين بنخاف عليهم من التاموكسيفين هم نزيف الرحم، خاصة لو الدورة عندك واقفة، وتاني حاجة الجلطات لا قدر الله. ومفيش حاجة وقائية بتتعمل، ولكن قبل بداية التاموكسيفين خاصة في السيدات الكبار في السن شوية لو هستخدم تاموكسيفين يعني لازم اعمل تصوير لبطانة الرحم عن طريق ان انا اعمل سونار مهبلي اعرف بطانة الرحم اخبارها ايه، ولو حصل اي نزيف غير مبرر من بطانة الرحم لازم اعمل سونار واتاكد ان ده مش نزيف بسبب التاموكسيفين زود بطانة الرحم. بطانة الرحم المقبولة لغاية 1 سم اللي هي 10 مللي، اكتر من كده غالبا بيبقى التاموكسيفين عمل تأثير. طيب الاثار الجانبيه، اول حاجه الفحص اللي انا المفروض اعمله قبل ما ابدا في الاروماتيز انهبيتور اللي هو الاراميدكس والفيمارا والارومازين، هو هشاشه العظام، ان انا اعمل تقييم لهشاشه العظام بالدكسا سكان عشان اعرف اصلا في هشاشه عظام قبل ما ابدا ولا لا، او هل الدواء زودها ولا لا، لان الادويه دي بتزود من هشاشه العظام وتاخد معاها كالسيوم وفيتامين د، فلازم اعرف موقفي من قبل البدايه في الادويه دي. قبل التاموكسيفين احسن ان انا اعمل سونار مهبلي ان انا اشوف بطانه الرحم اخبارها ايه والرحم اخباره ايه، وقبل ما ابدا في الاروماتيز انهبيتورز احسن ان انا اعمل قياس ديكس سكان او هشاشه عظام عشان اعرف موقفي عامل ازاي. وطبعا لو انت عندك من الاخر الرحم فيه مشكله او عندك جلطات او عندك اي مرض بيجيب جلطات في الرجل او في اي مكان او جلطه رئويه او اي حاجه، مش هنقدر نستخدم التاموكسيفين. ولو عندك هشاشه عظام كبيره وعندك لا قدر الله كسر قبل كده او حاجه، مش هنعرف نستخدم اروماتيز انهبيتورز، وهنا بيبدا الدكتور يبدل ما بين البدائل المتاحه ليه. اعتقد كده جاوبت على معظم الاسئله المتعلقه باستخدامات العلاج الهرموني كعلاج وقائي. هتلاقوا فيديوهات تانية كتير عن موضوع العلاج الهرموني واستخداماته والاثار الجانبيه وازاي نتغلب عليها بالتفاصيل. وكل سنه طيبين مره تانية، ويا رب دايما تكونوا بخير.